حقيقة الخلافات بالسياسة موجودة، والخلافات اللي موجودة لمصالح فئوية أو شخصية. هذه مشكلة السياسة، واللي قائمين على السياسة ما تهمهم مصلحة الشعوب، تهمهم مصالحهم الذاتية أو الفئوية أو العلاقات الخارجية. لكن الشعب العراقي يعني منسجم متوحد، ما عنده مشكلة، ماكو مشكلة بين الموظف اللي بالجنوب يعاد الموظف اللي بسنجار، ما عنده، ماكو هاي المشكلة. شعبين متحابين متماسكين، واكو حقوق، الحقوق بالديمقراطية تنحل. يعني اذا وجدت الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية الموجودة ديمقراطية سائبة ما بها حلول، تسوي مشاكل. علينا أن نفكر، يعني لو القادة فعلا هم عندهم مصلحة الشعب كانوا يقعدون ويشوفون وين الخطأ حتى يوصلون إلى نتائج وحلول. فما ذكرت خلافات موجودة سياسية وتنعكس مؤكد على الشعوب، بس حسب قدرة الوعي اللي موجود عند الشعوب العربي، الشعب العربي أو الشعب الكردي أو الطوائف الأخرى.